من علامات الساعة أن تشرق الشمس من مغربها، وقد أشرقت بالمعنى المجازي. من كان يظن أنها مجرد كرة قدم فهو مخطئ. حوالي 22 قمة عربية عبر التاريخ لم تستطع لم شمل العرب. عشرات القمم الإسلامية عبر التاريخ لم تستطع لم شمل المسلمين. ما حدث يوم السبت أبعد من كرة ترميها الرؤوس والأقدام، بل كان يوما لفسخ العقد مع المستحيل، مع الانهزام، مع الاستسلام. وحينما ترى كيف نسي الإيرانيون مشاكلهم وقفزوا فرحا مع المغاربة، ستحس كيف نسوا أنهم شيعة ونحن سنة. كيف تجاوز الجزائريون حقد قاداتهم وصرخوا ديما مغرب. كيف نسي اللاجئون السوريون البرد والصقيع ورقصوا فرحا وسعادة. وكيف تحدى سكان غزة كل مشاكلهم وحصارهم ويقفزون جنونا أمام الشاشات. في اليمن، في الأردن، في مصر، في الهند، في باكستان، كل الشعوب المستضعفة لم ترها كرة فقط، بل ربما بداية نفض الرماد عن أجنحة طيور الفينيق. الشمس أشرقت من مغربها، وعلى العرب والمسلمين أن يعتبروها قرب نهاية العالم، ليس بمعنى نهاية الحياة. نهاية عالم كنا نظنون فيه مجرد أرقام، مجرد عبيد الأسياد، مجرد مستعمرات، مجرد تابعين بإحسان. فكما فزنا على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، قادر على الفوز على الجهل والخرافة، التخلف والخوف، قادر على قيادة الأمم وبلوغ نهائيات الحضارات. فقط لو تعلمون ماذا فعل والد الركراكي وأسوده بطموحنا، بعزيمتنا وبآمالنا، لتكون إذن نهاية عالم الكسل والخمول، ولترنو عيوننا نحو أبعد نقطة في الأفق البعيد عن المستحيل. نتمنى التوفيق لأسودنا لمقابلة اليوم، والمستحيل ليس مغربيا. ومهما كانت النتيجة سنظل نفتخر بكم عبر الأجيال على هذا الإنجاز الذي وصلتم إليه. ديما أسود، ديما مغرب.